السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كتشوفوا معنا الفيديو ديال اليوم حرشة بالأعشاب بمششترو وفليو اللي كتجي رائعة. خليكم معايا نمشيو نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. بالنسبة للعشبة اللي قلت لكم هي عاملة بحال النعناع ومن تحت مصوفة، الاسم ديالها مششترو. يعني شبيهة بالنعناع تماما، ولكن كتكون مصوفة من تحت وفليو يكون خضر. غادي نقطعو ناخدو على الوريقات فقط، نعملو شي العواد لان كيكونوا قاصحين ونقطعوهم واخا ما يكونوش رقاقين بزاف بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. وغادي نخلطوه ان شاء الله مع السميده ديالنا. هنا كناخدو السميده وكنضيفوا لها ديك مششترو وفليو اللي كنا قطعنا، وكنضيفوا لها واحد معلقه ما عمرش ديال الملح على حسب الذوق. بالنسبه للسكر معلقه صغيره فقط، لان هذه بالاعشاب ماشي بحال اليخرات تقدروا تعملوا فيها معلقه كبيره. واحد راس المعلقه د خميره الخبز ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات حتى هي نستعملوها. ناخذوها المعلقه فقط. والان نضيفوا الزيت باش نبسبسوا ديك السميده كامله. اخذت نص كاس نبسبسوا به السميده ونشوفوا الا ما قدتناش نقدروا نزيدوا اكثر، باش خصنا ديك السميد كامل يتلبس لنا، هذوك الحبيبات السميد كاملين يتلبسوا بالزيت. كما كتشوفوا معايا الطريقه سهله وبسيطه، ولكن انا هاد الحرشه بقات عزيزه عندي من الطفوله. كانت عزيزه الله يرحمها، كانت كتعدلها يعني وبقات لي في بالي. يعني مره ملي كنت وحشه هيدا كنوض نعدل هاد الحريشه هيدا بالسميد. كما كتشوفوا باقي خصها شويه الزيت، الا كان زيت الزيتون احسن واحسن. صافي انا زدت له واحد القطره الزيت، واحد 2 معالق هيداك. بغيتو تعملوها حريشات صغارين او حرشه كبيره اللي حبيتو. قويت فيها هاد الربيع ولكن كتجي مزيونه. هي في الحقيقه هاد الاكله هذه في الشتوى كتجي رائعه، كتجي افضل من الصيف، ولكن انا تشهيت ونوض نعملها. هنا غناخدو الماء صافي ونخلطو هاد الحريشه ديالنا، نحاولوا نخلطوها عبر رؤوس الاصابع. مجرد يعني تخلط هاد العناصر هذه فقط كما كتشوفوا، يعني ما كندلكوها ما والو، صافي راها كافيه. غتجيكم شويه خفيفه ماشي مشكل، كل ما جات خفيفه كل ما مزيان، لانه كتعرفوا السميده كتشرب. صافي نخليوها ترتاح واحد دقيقه بلا ما وجدت المقله ديالي. كما كتشوفوها يعني اللون ديالها ابيض. فحال ما بغيتوها مثلا تجي لكم صفراء يعني تقدروا تضيفوا الملون، ولكن انا كنفضلها هيدا، مجرد انني غنقرصها بالسميده صفراء او لا طحين سبيسيال. كناخذ المقله ديالي وهي بارده، نملو فيها وهي بارده، عاد شعلوا عليها راه ما كتلصق ما والو. فرشوا لها شويه سميده او سبيسيال يعني دقيق القمح. صافي كتحطوا الحرشه ديالكم وكتقرصوها. كما كتشوفوا صافي كنعملوا العود من الفوق واحد شويه سميده. صافي ونعملوها فوق النار. كاين اللي كيزيد معها حتى الزيتون مقطع، اختيار الزيتون مع الزعتر حتى هو.
ولكن فضلت اليوم هاد الاعشاب هذه فقط. مره اخرى نعملو بطريقه مغايره ان شاء الله. دابا نعملوها فوق النار. هذا هو الشكل ديالها. نمشيو نقطعوها. وهي الحرشه ديالنا كيف كتجي. انا الحرشه ما كتعجبنيش غليظه، يعني الا بغيتوها غليظه يمكن لكم تستعملوا اكثر من نص كيلو د السميده. انا هاد المقله عندي كبيره، يعني كتهز لي نص كيلو، كتجي رائعه، مذاق روعه روعه. نشهدكم فيها. يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم زوينه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.